اه يا بنات، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا واسفه جدا على التاخير. انا بس كنت واخده اجازه كده من كل حاجه، وسافرت مع اهل جوزي كده سفريه كده كام يوم. ورجعت. وطبعا بقى بعد ما رجعت طبعا استعدت طاقتي، وقلت بقى ان انا اعمل اكلات سريعه. وعملت بقى سندوتشات سوسيس وستريبس وبطاطس وكده. قلت اعمل حاجه سريعه كده على ما انضف التلاجة وانضف بقى الشقه وكده، لان انا كنت غايبه عن البيت شهر بره. لان كنت مسافره اسكندريه مع ماما، وبعد كده سافرت مع اهل جوزي، مع كده رجعت تاني لماما وكده يعني. فكنت سايبه البيت كتير لوحده. جوزي طبعا كان قاعد فيه، وانتوا عارفين لو راجل قاعد في البيت بيبقى عامل ازاي. فانا رجعت الصبح وهو كان في الشغل، فحبيت كده ان انا اعمل اكله سريعه النهارده كده، علشان ما تاخدش مني وقت وما وسخش مواعين كتير، علشان الحق ان انا اروق. وطبعا الترويق مش هتلاقوه في الفيديو ده ان شاء الله، استنوه في الفيديو الجاي. لو انتوا حابين الفيديوهات من النوع دوت ياريت تشجعوني اللي انا اعمل فيديوهات بالنوع دوت. هبتدي بقى ان انا اشوح السوسيس كده، وحطيت عليه نص قرن فلفل حراق هيديله كده شطشطه بسيطه. وبعد ما تشوح نزلت عليه بالبصل وبالخضار بالطماطم والفلفل. انا بحب الفلفل والبصل يقرمشوا كده، ما بحبهمش يبقوا مستويين سوا كامل. وهبتدي ان انا ابهرها بملح وفلفل وكمون وبهارات وكاري، وحطيت عليها فصين توم مفرومين، وهبتدي ان انا اشوحهم معاها. بجد فصين التوم بيدوها طعم حلو قوي. وبعد ما شوحت كل ده مع بعض نزلت عليه بمعلقتين كبار من الخل. الخل بجد اداله مزازه حلوه قوي، ويعمل له صوص كده بسيط. وبس كده هبتدي بقى انا اقلبه تقلبتين وهطفي، وبس كده يكون ده غدانا النهارده. هناكله بقى، هنعمل سندوتشات. محبتش ان انا اعمل مكرونه النهارده، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا مش عايزه اعمل مواعين كتير. انا عايزه بس اقول لكم ان انا كنت سايبه البيت بقالي شويه حلوين يعني. كنت هربانه، مش هربانه، انا كنت عايزه افصل الصراحه واقعد كده قدام البحر مع نفسي واعيد حساباتي في كذا نقطه. بس انا حاسه ان انا ملحقتش اعمل حاجه. هتقولولي ازاي؟ معرفش يعني. انا قعدت يعني 3 اسابيع بالظبط حاسه ان انا ما عدتش حساباتي، ما عدتش مع نفسي، ما كانش في وقت ان انا اقعد مع نفسي، لاني كنت قاعده مع ماما، مع كده اهل جوزي. حاسه ان انا ما استفردتش بنفسي. انا عايزه اقعد كده مع نفسي كده واعيد حساباتي وافكر في كذا نقطه. وعايزه بجد اتكلم معاكم في كذا حاجه، لان انا عايزه اشارككم افكاري يعني، واللي انا بحس بيه وايه اللي بيدور في دماغي، وتنصحوني وتشجعوني. فانا هعمل كده قريب جدا. لو انتوا فعلا عايزين تسمعوا مني وتحكوا معايا واحكي معاكم وناخد اراء بعض، يا ريت تشجعوني اللي انا اعمل كده، لان انا مش هعرف اعمل كده مع صحابي. لان انتوا عارفين ان المدارس دخلت وكل حد بيبقى مشغول بحياته واولاده والمدارس وكده. ربنا يا رب يعينهم ويخلي لهم اولادهم يا رب يفرحوا بيهم. فانتوا عارفين بقى اللي هم مشغولين وكده. وانا يعني اوقات كتير ببقى قاعده لوحدي، وببقى عايزه اتكلم مع حد، وببقى مش عايزه اشغل حد